كانا، ايسيل وجينا. زي ما قلنا بالظبط، التوليفه دي عموما هي احسن فريق موجود في اللعبه. بقالك كتير ما لعبتش او لسه جاي تبدا دلوقتي، تعال اشرح لك كل حاجه. طبعا يا جدعان شكرا لكل الناس اللي عملت لنا سبورت، يعني السبورت الصراحه كان خارق. انا ما توقعتش الكميه دي من الناس ان هي تيجي تعمل لنا سبورت. وعلى هذا الاساس في زي ما انتم شايفين 10000 كود. طبعا ال 10000 كود هيتبعتوا لكل الناس اللي موجودين معانا، يعني كل الناس اللي عملت سبورت هنبعت لها الاكواد. فبمنتهى البساطه هنعمل كده سند اول وبس كده. 6 سكسسفul وزيرو فيل. طبعا يعني السته دول في قلبي، يعني مش في السبورت هنا. لو انت تحب تكون من السته دول هتلاقي اللينك بتاع الكريتور اكونت بتاعي موجود في الديسكربشن، وهو ببلاش. يعني عايز تسبورتني اهلا وسهلا، ومش عايز برضه اهلا وسهلا. تعالى بقى اقول لك بص يا معلم، اول حاجه لازم تعرفها، انت دلوقتي لسه بادئ، يعني بقالنا كتير مثلا ما لعبناش او لسه بادئين. لازم نعرف حاجه، هل احنا الاكونت القديم ده كنا دافعين عليه فلوس؟ لو كنا دافعين عليه فلوس فاحنا معانا كاركترز قويه جدا، يعني احنا المفروض لو دافعين معانا شخصيات جامده. طيب لو احنا مش دافعين دي قصه ثانيه. خلينا دلوقتي ان انت كنت دافع في اللعبه، فلو دافع في اللعبه هترجع عادي ومش هتضطر ان انت تبدا حساب من اول وجديد، لان انت اوريدي معاك شخصيات جامده. طيب انت شخص لا انت الحساب بتاعك ما كنتش بتصرف عليه، فالحساب بتاعك اوريدي مش قوي، مثلا يعني وصل مثلا لشابتر 17 او شابتر 16 حاجه في هذا القبيل، فهنا هنصحك وارشح لك ان انت تبدا حساب من اول وجديد. طيب ليه يا علي ممكن اكون انا ببدا حساب من اول وجديد؟ بمنتهى البساطه عشان نقدر نجيب الشخصيات الجديده اللي احنا عايزينها. طبعا انت لما بتبدا حساب من اول جديد بيبقى عندك مميزات كتيره جدا انت ممكن تعملها، وان انت تركز على الشخصيات اللي هي فعلا ميتا، اللي هي الشخصيات الجامده جدا حاليا، او الشخصيات اللي فعلا هتفرق معاك. طيب ايه الميتا تيم دلوقتي، او ايه اقوى تيم حاليا انت هتحتاجه؟ اقوى تيم حاليا هو ايسيل وهان او سويان وجينا. طبعا ده التيم اللي اقدر اقول لك ان هو هيبقى تيم قوي جدا. طيب ده بالنسبه للفاير تيم، يعني ده الميتا تيم، ده يعتبر من اقوى التيمز اللي موجوده حاليا. طيب تحط بقى مع التيم ده ايه؟ تحط معاه فان اوف فاير. فان اوف فاير بالذات لو انت عرفت بقى تسحب على السلاح ده بعد لما تجيب الفان اوف فاير، انت كده معاك ميتا تيم قوي جدا، يعني هيعدي لك معظم الكونتنت اللي في اللعبه. طيب انت دلوقتي مثلا معاك الشخصيات دي اصلا. طيب اللي بعد الشخصيات دي ايه؟ اللي بعد الشخصيات دي هتاخد جو جينيو وهتاخد شاهي وهتاخد معاهم مين بيون. يعني ده كده توليفه بيرفكت بالنسبه لللايت تيم. في حاجات في الستوري عموما بتحتاج منك ان انت يبقى معاك كذا تيم من نفس الحاجه، يعني بيقول لك مثلا احنا عايزين 3 لايتنج او عايزين 2 فاير او عايزين ايا كان، فانت مع الوقت هتحتاج ان انت يبقى معاك كذا واحد من دول. بس احنا بنتكلم على بداية الثلاثة دول اقوياء جدا مع بعض وتوليفة عظمة على عظمة، بالذات لو دخلت معاهم بلم. هتقول لي علي طب البلم ده دارك، هقول لك يعني مالكش دعوة، البلم من اقوى الاسلحة اللي موجودة في اللعبة، وانت هتحتاجه بالذات في الكونتنت الاولانية، ويعتبر هتعدي بيه كل حاجه، يعني ما نجيبوش ليه، فاهم؟ طيب التيم اللي جاي او الحاجه اللي جايه بقى، اللي هي الكونتنت اللي جايه في اللعبه، اللي هو اللي احنا لسه هنخش عليها دلوقتي. الكونتنت اللي احنا لسه هنخش عليها هتبقى هان وامامية، وهينزل سبورت تاني اسمه جوتو. بس السبورت ده طبعا مش هيبقى في السلكتور، يعني مش هيبقى هنا، بس انا بتكلم لو انت عايز بقى تبني تيم للحاجات اللي لسه هتنزل. فهان وامامية كويسين جدا جدا جدا، وهتاخد معاهم الدي كي يعني من اقوى الاسلحه حاليا، واللي هيبقى ليه كونتنت كبيره قدام، بالذات ان هو كمان نازل له سلاح تاني يعني هيساعد مع الدي كي، لان كده كده سونج بيلبس سلاحين، فالسلاح التاني ده هيساعد مع الدي كي. فالتوليفه دي كده ده التيم اللي هيبقى ميتا قدام، يعني ده التيم اللي هيبقى قوي قدام. وطبعا انت بقى تسحب على جنب جوتو، يعني هو كده كده هيديك تيكتس كتيره جدا من ان انت بتعدي الستوري، فهتسحب على جنب جوتو. جوتو ده اللي هيبقى يا جدعان واخد مكان جو جينيو بس للويند، يعني الشخصيه دي عامه بتسبورت اللايت اللي هو الاليمنت بتاع اللايتنينج ده، وبتخلي اي كشخصيه لايتنج بتخليها اقوى، فعشان كده هو شخصيه قويه جدا ومن احسن الشخصيات في اللعبه هي السبورتات. طيب ده بالنسبه للشخصيات المهمه اللي انت تسحب عليها او اللي انت محتاجها عشان يعني فاهم تعدي اي حاجه بمنتهى السهوله. طيب عامه سيبك من كل الحاجات دي كلها، يعني ما تخليهاش تخضك اللي هو ايه ده، ايه كل الكلام ده كله، انا هشرح لك الكلام ده كله يعني ما تقلقش. بس خلينا نبدا، انت هتبدا فين لو لسه جاي او لسه مثلا راجع، يعني ما بقالكش كتير سايب اللعبه وراجع، او حتى لو بقالك كتير هتبدا هنا في الستوري مود. طيب في الستوري مود بمنتهى البساطه انت عندك النورمال والهارد، انت لازم تعدي كل دول، يعني غير ان هم هيديك تيكتات، بس انت لازم تعديهم عشان الكاس.
احنا محتاجين نلم الكاسات دي يا جدعان، عشان الكاسات دي مهمه جدا في اللعبه، واشرح برضو هي مهمه ليه. بس حاليا يعني اعرف ان الكاسات دي مهمه جدا. تمام، هتعدي كل الميشنز دي الى ان توصل لاخر ميشن. طبعا يعني انت في حاجات هتقف معاها وفي حاجات مش هتظبط معاك، بس خلينا نقول حاليا انت محتاج ان انت تعدي دول وتيجي عند الهارد وبرضه تعمل نفس الفكره وتعدي كل الميشنز بتاعه الهارد. طيب يا علي، انا هاجي في فتره ما، يعني مثلا في الشابتر اللي الناس بتقف فيه، مثلا هاجي في شابتر 18 كمثال وهقف، انا مش هبقى عارف ان انا اخش، او مش هيبقى معايا الاكس بي الكافي ان انا اعدي، ان هو طبيعه الحال مش هيديك اكس بي يكفيك ان انت تعدي كل حاجه، والا يعني كان هو ده بس هيبقى اللعبه. طيب بعديها بتروح على ايه بقى عشان تاخد اكس بي زياده وتزق نفسك اكتر؟ عندك طريقتين. اول طريقه حاجه اسمها باتل اوف ترايل. الباتل اوف ترايلز دي انت بتنزل بسان جين وو مره، وبتنزل بالهانترز مره، وبتقعد برضو تاني تعديها وتلم الكاس وتاخد منها حاجات كويسه جدا. يعني في ريوردز هنا فعلا قويه. استنى احاول ان انا يعني بص، تمام، دي مثلا مهمه جدا. هنا مثلا 5 تيكت بلاك 165 جولد. الجولد في البدايه بيبقى مهم. عندك فراجمنتس برضه تاني تيكتات 170 جولد، وهكذا. انت كل مره بتعدي الحاجات دي بتاخد يعني حاجات كويسه جدا ليك، وبتاخد حاجات تزق معاك، يعني فاهم، تزق معاك الدنيا وتزق معاك الموضوع. طيب ده بالنسبه للاوريجينال، هتعملها مره يعني سانجن وو، ومره للهانترز بتوعك اللي هم هيبقى معاك، ايا كان بقى الهانترز اللي موجودين. بس كل مره هيبقى ريكومندد بريكر. ليه؟ لان في حاجات هيبقى ما عليهاش شيلد، وفي حاجات هيبقى عليها شيلد، فهتحتاج ان انت الهانترز بس اللي ينزل معاك تبقى عارف ان ده هانتر للبريكر. يعني مش كل الهانترز ينفعوا لكل الشخصيات. في حاجات هتحتاج ان انت تكسر الدرع بتاع اللي قدامك، وحاجات ان انت هتحتاج اللي هو لا انا يعني عادي ممكن انزل بهانتر عادي بدون بريكر زي مثلا شار. طيب بعديها، بعد لما خلصت الاوريجينال وانت جامد جدا، هتيجي بقى على التشالنجز دي بقى اللي فيها الريكومندد اليمنت. هنا هيبقى في ريكومندد اليمنت في الثلاثه دول، الفلورز دول او ال 12 15 فلور دول كلهم هيبقى فيهم ريكومندد اليمنت. لو خدتوا بالكم انا قلت الفاير تيم هو الميتا. ليه انا قلت الفاير تيم هو الميتا؟ عشان انت عندك في التشالنجز دول حاليا كل الريكومندد اليمنت هو الفاير، فعشان كده هتلاقي ان هو بيقول لك دايما ريكومندد اليمنت فاير. فانت لو انت مركز على التيمز اللي انا لسه قايلها دي، فده بالنسبه لك هيبقى يعني يعتبر ايزي. يعني هو طبعا مش ايزي، بس هيبقى يعتبر ايزي، لان بص حتى لو شفت اقوى حاجه عنده اللي هي 738، فانت تحتاج ان انت اوريدي تبقى حد يعني معدي مثلا 70% من اللعبه او اكتر شويه عشان تعرف تجيب الباتل تير دي او اللي هو السي بي ده. ونفس الكلام هيديك هنا بقى حاجات اقوى بكتير من الاوريجينال. طب علي انا استقيت في هنا اعمل ايه؟ هتيجي على الجيتس يا جدعان مهمه جدا، بتديك كل حاجه بقى، بتديك جولد، بتديك اكس بي، بتديك ايتمز. طبعا احنا مش بنركز على موضوع الايتمز كتير قوي، بس هي بتديك ايتم. يعني ممكن ساعات تديك قطعه من اللبس، قطعه من اي حاجه بقى انت ممكن مثلا تبقى ناقصاها. طيب في البدايه انت مش هتعرف تعمل الريد جيتس دي اللي هي ساعات بتروح وتيجي كده، بس في البدايه هي هتبقى كبيره جدا عليك. يعني بص حاليا هي 1,377,000، حاليا هي كبيره. لو مثلا نزلت في الليفل، يعني انت مثلا عندك هنا في الديفيكولتي هتلاقي حاجه اسمها ريسكان. دي بتفضل يعني بتقدر ان انت تنزل الديفيكالتي بتاعتها لو انت مش عارف تعمل اللي موجوده. طيب لو عارف تعمل اللي موجوده هتدوس ماكس عادي ويجيب لك ايه اقوى حاجه. انواع الجيتس في اللي هو الجيت الابيض، وبعدين موفي، وبعدين الاحمر، وبعدين جولد. طبعا الجولد بتبقى اقوى حاجه، احمر برضه كويسه جدا. الموفي هي اللي تركز عليها، الابيض دي ملهاش لازمه. بس افرض حاليا مفيش غير ابيض، هتعمل الابيض اللي هي الازرق، يعني هتعمل الازرق دي. طيب انا عالي مش عارف اعمل موف، هتقعد تعمل الازرق الى ان تعرف تعمل الموف. بس في العادي انت هتركز على الموف. هتلاقي برضو حاجه مكتوبه كده جنبها اللي هو بي رانك ولا اي رانك، بتفرق. كل لما الرانك بتاع الجيت ده عالي كل ما تاخد منها حاجات احسن. يعني بص هنا اكسبيرينس 8385 ده بالنسبه للاي رانك دي، انما بص دي 8000 بس بالنسبه للبي رانك. فانت كل لما تعمل جيت اعلى بكتير يعني من اللي انت في العادي بتعمله هتاخد اكس بي اعلى. طيب في حاجه اسمها بونس اكتيفيتي. البونس اكتيفيتي دي بيبقى في اول يوم كده بيبقى الثلاثه دول اكسبيرينس، بيبقى اكسبيرينس كتير اللي هو 10000 ورقم كبير جدا. في البدايه هيبقى 5000 بالنسبه لك يعني. بس هو اللي انا عايز اقصده ان هو اوريدي رقم كبير، يعني اللي هو الرقم بتاع البونس ده بيبقى كبير. طيب ده بيحتاج ايه؟
بيحتاج ان انت تعدي الجيتس كذا مره، يعني مثلا على حسب بقى هو بيبقى عايزك تعديها قد مره، مرتين، ثلاثه. هنا مثلا بيقول لي عديها مرتين وهتاخد الجولد ده. حلو، احنا ما بنركزش في الجيتس على الجولد قوي، الجولد ملوش لازمه. اللي احنا بنركز عليه هو الاكس بي اللي هي الجيتس بتديه، لان هو بيزق معاك شويه في ان انت تعدي الميشنز وتعدي الحاجات اللي فايتاك. طيب عديت لحد هنا بقى الهانترز بقى يا عم علي، انا عايز اعلي الهانترز بتوعي. هتيجي عند حاجه هنا اسمها الانكور ميشنز. الانكور ميشنز دي هي المكان اللي انت بتلعب بيه بالهانترز بتوعك، اللي هو بقى يعني نقدر بقى نستخدم كده الهانترز بتوعنا هنا، بس مش بالضروره بتقويهم. يعني انت ممكن تقويهم من هنا، بس يعني هنا في البدايه يعني كبدايه فقط انت بتقويهم، انما بعد كده يعني هتقدر تجيب ايكويبمنت من حته ثانيه. بس خلينا نشوف انت كاول ما بتبدا عادي. مثلا خلينا نقول ان احنا في تير 10، من اول تير 11 نبدا نجيب جولد ايتم. هتبص تلاقي هنا عندك بوتس اوف بيرنينج كيرس، بوتس اوف بليسنج. الايتمز دي اللي هي الجولد المعمول عليها جولد والتاني موف، دي اللي انت محتاج انت تركز عليها. فليتس سي مثلا ان انا مقفل الكلام ده كله، وانا مثلا قفلت تير 12، انا مش مضطر ان انا افضل امشي بالترتيب عشان اجيب كل الكؤوس اللي موجوده. يعني مثلا انا عديت 13 بس ما جبتش الكأس بتاعتها، عادي عديت 14. لو انا جيت عند 15 وجبت الثلاث كؤوس بتاعتها، مش مضطر ان انا اجيب كل اللي قبليه، هيديني بالتبعيه كل الكؤوس بتاعت اللي هو الليفل اللي قبليه او التير اللي قبليه. ده موضوع جديد ما كانش عندنا يعني في البدايات لما احنا كنا بنلعب، بس ده حاجه يعني اللي هو ايه طالعه لسه من قريب، يعني حتى الموضوع ما عداش عليه فتره طويله. دي حاجه كويسه جدا ان انت مش محتاج ان انت تعدي يعني كل شويه هصرف مفتاح واخش على التير اللي بعديها واجيبها كلها ثلاث كؤوس. لا، انت هات اقصى حاجه ممكن تجيبها وهي يديك كل الكؤوس اللي بعديه. طيب هنا يا علي انا محتاج اركز على انهي ايتم بناء على الشخصيه اللي معاك. يعني في معظم الوقت في حاجات تنفع للسبورتات وفي حاجات تنفع لسانجن وو. يعني مثلا بيرنينج اوف جريد دي مثلا كويسه جدا بالنسبه للبريك، يعني الناس اللي بتعمل بريك بص بيعلي البريك بنسبه 30%. عندك الناس مثلا اي حد بيعمل دامج فهي بيرنينج اوف كيرس بتعلي الدامج بتاع اي حد بيعمل دامج. فسواء سانجن وو او الهانتر، انت بص انت ما بتلعبش غير في الاثنين دول، يعني اللي هو بيرنينج اوف جريد وبيرنينج اوف كيرس. طيب يا علي دي هناخد منها ايكويبمنت لسانجن وو حاليا وللهانترز. ده حقيقي هتاخد من الانكور ويبنز ارمر اللي هو اللبس بتاعك لسانجن وو او للهانترز. طيب في حاجه هنا معينه محتاجين ان احنا نركز عليها. هنا ده الرجل والايد وهنا ده الراس والتشست بس، يعني ده كل اللي انت محتاج تعمله. طيب ايه تاني يا علي؟ طيب دي بالنسبه للارمر. طيب الاكسسوارز اللي هي الحلقان والخواتم والكلام ده كلها بتجيبها من الانستنت ميشن. نفس الفكره هتيجي هنا برضو على اخر حاجه تقدر انت تعملها، قفل الكؤوس بتاعتها واللي قبلها كلهم هيتقفلوا معاك. هتبص تلاقي هنا برضو نفس الكلام، هتلاقي في حاجات للبيرنينج جريد والبيرنينج كيرس. دي الحاجات اللي انت تركز عليها عشان تجيب ايه، عشان تجيب الاكسسوار اللي انت محتاجه. طيب يا علي انا عايز اعمل مش ال8 سيتس كلهم، انا عايز اعمل 4 و4. فساعتها هنا تركز على الاكسبرت مش الاكسكيوشن. فين الاكسبرت؟ الرينج ده يا جدعان من احسن الرينجز اللي موجودين في اللعبه، فده رينج تركز ان انت تجيبه، مهم جدا جدا لاي حد بيعمل دامج عندك. طيب الرينج ده بس يا علي هو اقوى حاجه؟ لا، هو والاوبسيديان الاثنين دول يا جدعان هم احسن يعني اكسسوارز موجودين حاليا في اللعبه. فهي هتجيب دي ودي اول ريكومنديشن عندي، ودي اللي بعديها على طول. دي بالنسبه لان انت عايز تفضل قوي على مدار الجيم، ودي هتاخدها لو انت عايز تنزل تبقى قوي في ساعتها. بس طبعا دي السكيل بتاعها بتقعد يعد عليك، فطول ما الوقت بيعدي كل ما بتبقى انت اقوى، مستوى القوه اللي انت بتوصل لها بيبقى اعلى من انت لو انت خدت القوه دي كلها في اول الجيم. فاكسبرت اول حاجه وبعديها اوبسيديان. طيب نيجي على حاجه اسمها باتل اوف كيوس. باتل اوف كيوس دي يا جدعان بتعمل ايه؟ بتدينا حاجه اسمها الكورز او الجيمات، يعني دي الجيمات. فالجيمات دي بتعمل ايه؟ بتدينا بونسز خفيفه جدا عشان تزق بس معاك الدنيا حرفيا. يعني هي ما بتديش اي ميزه اخرى غير ان هي بتزق معاك الدنيا. طيب انت هنا بتقعد تعدي الحاجات دي كلها وبيقعد يديك قدامها جيمات على حسب بقى انت وصلت لاعلى حاجه. فالريريتي بتاعت الجيمات بتزيد، يعني بتبقى من بلو بتوصل ان هي تبقى اللي هو الموف او يعني اللون ده يعني عموما. فدي فيها ايه؟ دي مثلا هتلاقي فيها بريسيجن، هتلاقي في حاجه بتعلي الكريتيكال هيت دامج، هتلاقي في حاجات بتعلي الديفنس بنتريشن. فهي حاجات كويسه جدا جدا انت ممكن ان انت تاخدها من الميشنز دي او ان انت تعدي البوسز دي. وكل ما تعدي واحده منهم كل ما برضو بيديك هدايا زياده. طيب انا جبت الجيمات دي يا علي، اعملها لسانجن وو ازاي؟ هتيجي هنا وبعدين هتروح على الجيمز، هتلاقي ان الجيمات دي كلها هي دي اللي انت
بتقدر ان انت تضيف فيها الحاجات اللي انت خدتها. دي بونسز، لو بصيت هنا عندي هتلاقي دي كلها البونسز، الحاجات الزياده اللي جايه لسان جين وو، وعايزك ان انت تحفظها بالطريقه دي كلها. لو عرفت ان انت توصل للارقام دي طبعا يعني تبقى خارق جدا، بس انا عايز افهمك ان دي يعتبر افضل ارقام احنا قادرين ان احنا نوصل عليها في الاكونت ده. فانت عندك هنا البرسبشن مهم جدا ان هو يبقى يعتبر اعلى حاجه، لان احنا مش مهتمين بيه في الستاتس. عندك الاتاك، اديشنال ديفense، اديشنال اتاك، اتش بي، additional defense و additional MP. طبعا MP consumption، الاثنين دول مهمين جدا عشان لو الام بي بتاعك المانا ما بتخلصش بسرعه، يعني لو المانا بتخلص بسرعه تقدر ان انت تعملهم عشان ما تخلصش بسرعه. طيب بيبقى في ساعات ايفنتات كده زي اللي هو سويت فالنتاين ده. الايفنتات دي بتديك ايه برضو؟ بتديك حاجات كل ما انت بتقعد تعمل الايفنت، يعني الحاجه اللي هو طالبها. يعني بص شايننج اوبورتيونيتيز هنا دي، احنا بنقعد هنا نعمل درو، ممكن يظهر لنا حاجه من الكلام دي كلها. يعني بتبقى ايفنتات يعني ايه لطيفه كده، وبيديك شيك بوينت يعني شيك ان، يعني كل ما انت بتخش كل يوم بيديك حاجه جامده. يعني مثلا هنا اداني تيكت هانتر اكسكلوسيف ويبن، فدي جامده جدا. اداني هنا تيكتس اللي هي الويبن كاستم. فيعني عموما ايفنتات لطيفه، يعني لو اي ايفنت عموما اعمله هو ملوش اضرار. طيب يا جدعان نيجي هنا لواحده من الحاجات بقى اللي هو اللي يعتبر البي في اي كونتنت بتاع اللعبه، اللي هو انت بقى مثلا يعني هو طبعا مفيش بي في بي في اللعبه، مفيش انت هتلاعب لاعب، بس دي حاجات الى حد ما قريبه من حاجه زي كده. يعني دي اللي بتختبرك. يعني هتقولي طب يا علي هو كل ده ما بيختبرنيش؟ لا مش بالضروره يعني مش بالضروره كل ده بيختبرك. اول ما نيجي على باتل فيلدز اوف تايم، دي اللي انت بتلاعب فيها بوسات، كل مره انت بتلاعب فيها بوس معين، وبتشوف بقى انت والناس عاملين ايه. فعشان كده بقول لك يعني يعتبر بتلاعب الناس، يعني انت يعتبر بتلاعب الناس وتختبروا بعض بقى، يعني كل واحد يختبر يشوف مين اقوى، يعني فاهم مين اقوى، مين يقدر ان هو يعدي البوس ده في اعلى وقت. يعني مثلا احنا هنا دقيقه وثانيه، هنا دقيقه و8 ثواني، هنا دقيقه 23 ثانيه، دقيقه و30 ثانيه، وهكذا يعني فاهم. وبرده في جروب رانك واوفر اول رانك. طيب دي هل بس دي كده عالي ان احنا نقول مين احسن واحد فينا؟ يعني لا طبعا انت بتاخد منها ايتمز، الايتمز دي بتبقى تختلف يعني على حسب انهي رانك انت هزمته، بس عموما كل ما بتهزمه كل ما بتاخد رانك زياده. وزي ما انتم شايفين هنا انت عندك اهزمه في 5 دقائق، اهزمه في 4 دقائق، في 3 2 مش عارف ايه، وصولا لان انت تهزمه في دقيقتين. فلو عملت كل دول هتاخد الايتمز دي. يعني انا مش هقول ان هي حاجات قويه جدا، بس عموما انت لازم تعملها عشان تعرف الكونتنت عامله ازاي، او يعني اتجاه اللعبه ماشي ازاي، وتعرف تقيس نفسك انت قوي ولا لا. طيب هنا ده الباتل فيلد اوف تايم السيزون 8. احنا بقى داخلين على سيزون 9، بس الكلام ده هيبقى بعد يعني شهر فكده كده الحاجات دي يعني دايما موجوده فاهم. يعني انت على طول بتعملها عشان تاخد حاجات زياده تساعدك او تزق معاك شويه ان انت تعدي كونتنت انت ما كنتش عارف تعديه. طيب في التشالنجز هنا، التشالنجز هنا برضو نفس الفكره، انت بتقعد تفايت وحوش عامه من بدايه الرانك بتاعك. يعني مثلا هنا ما وحوش من ليفل 40 وصولا لان ليفل 60. طبعا الحاجات دي مش قويه قوي يعني يعني زي ما انت شايف 242,000 هو مش قوي جدا، حاجه عاديه فاهم. بس انت برضه بتقيس انت تخلصه في قد ايه. يعني احنا اتوقع ان احنا لو دخلنا هنا متهيألي ان احنا نخلصه في كام ثانيه، صح؟ 3 ثواني 4 ثواني مش الدرجه دي يعني خلينا نشوف عامه. يعني اوريكم برضه ال 242,000 ده بالنسبه لنا عامل ازاي. يعني احنا نازلين له بتيم لايتنينج، يعني اندرياس شاها. انا مش شايف 32 ثانية، يعني احنا اوريدي مخلصينه قبل كده في 6 ثواني يعني. يعني ده بالنسبة للباتل فيلد اوف تايم. طيب احنا عندنا حاجة برضو تانية لطيفة جدا جدا اسمها الجيلد بوس، ودي يعتبر الكونتنت اللي المفروض بتخلي ان يبقى فيه يعني بلاير مع بلاير، بتخلي ان احنا يبقى فيه جلدات، بيخلي ان احنا نبقى تحس ان احنا بنشارك بعض في حاجة. طيب هتلاقي هنا ان اعلى برضو حد، يعني احنا في الاعلى الناس عملت دامج في البوس ده تقريبا 5 مليار، يعني اللي هو اولموست 5 مليار كسان جين وو، والتوتال دامج 38 مليار. طيب انت عندك هنا برضو نفس الفكره، انت عندك الحاجات اللي انت بتاخدها كريوردز من ان انت هزمت البوس ده. غالبا الريوردز اللي انت بتاخدها بتبقى الكوينات دي. الكوينات دي تقدر ان انت تستخدمها عشان تشتري بيها حاجات، والتشيست دي بيبقى جواها التيكتس اللي انت بتسحب بيها، او جواها الايتم دي اللي هي
تروس ديمون نايت سبير فراجمنت، ودي بنستخدمها ان احنا نعمل ويبن كرافتنج عشان السبير يعني. طب علي انا خدت الكوينات دي اعمل بيها ايه؟ هتيجي هنا عند الجولد اكسشينج كوين، تقدر بقى تشتري بيها حاجات زي مثلا كيز، تقدر تشتري بيها ويبن فراجمنتس عشان السلاح بتاعك، تقدر تشتري بيها مثلا تريسز اوف شادو، لان يعني في البدايه انت بتبقى محتاج اصلا تريسز اوف شادو كتير. وطبعا الحاجه اللي هتودينا على الكونتنت الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، وهي الورك شوب اوف بريليانت لايت. طيب ايه الورك شوب اوف بريليانت لايت دي؟ هقول لكم عليها، بس اعرفوا ان من هنا انت ممكن تجيب تيكت للورك شوب اوف بريليانت لايت، تمام؟ وفي برضه هنا مفتاح للباتل اوف كاس. طيب قبل ما نتكلم على الورك شوب اوف بريليانت لايت، ايه الباور اوف ديستراكشن ده؟ الباور اوف ديستراكشن ده برضه مود زيه زي المود بتاع الجلد، بس الفرق هنا ان انت بتخش لوحدك، انت بتخش تفايت المود ده لوحدك. التاني انت بتبقى يعني بيقعد يحسب الدمج بتاعك والدمج بتاع الفريق، ويعني موضوع تحسه ان هو ايه، تحس ان احنا جلد بقى. انما هنا انت بتشوف التنين الجميل ده وتبهدله لوحدك حرفيا. احنا في الرانكينج هنا مش اقوى ناس يعني، سبحان الله. سكاي هنا عامل 55 مليار دمج. طبعا زي ما انتم شايفين التيم بتاع سكاي برضو كل الاسلحه فاير، لان دي اقوى اسلحه حاليا، ومستخدم المفروض شخصيه ما بقتش ميتا، يعني الشخصيه دي ما بقتش ميتا خالص. فهتلاقي ان التيم الاول بتاعه ايه، التيم الاول بتاعه كله فاير، يعني التيم حاليا بتاعه كله الفاير تيم. وهتلاحظوا ان انا ما اتكلمتش على كانا، لان كانا حاليا لسه انت ما دخلتش في الستاندرد بانر اللي انت تقدر تسحب منه براحتك. بس عموما من الشخصيات اللي انت تركز عليها في تيم الفاير عشان تكمل تيم الفاير بتاعك هي عامه كانا. تحتاج ان كانا تبقى معاك في العموم للفاير تيم. لو انت هتبني الفاير تيم دلوقتي، اللي هو يعتبر احسن تيم موجود في اللعبه حاليا هو الفاير تيم، فعندك كانا، ايسيل، وجينا زي ما قلنا بالظبط. بس الفرق هنا ان احنا ما قلناش كانا، يعني انا قلت لك ايسيل وجينا بس ما قلتلكش على كانا. فكانا يا جدعان قويه جدا جدا جدا. التوليفه دي عموما هي احسن فريق موجود في اللعبه. يليه على طول زي ما اتكلمنا الفريق بتاع اللايتنج اللي هو اندرياس وجو جينيو ايلا، وبرضه هتلاقي ان هو مستخدم فاير ويبنز. طيب الريورد اللي بناخدها من التنين ده ايه؟ نفس الفكره، هي برضه ريوردز ثانيه، بس بناخد هنا البوكس ده. واللي ما يعرفش البوكس ده يا جدعان بناخد منه ايتمز زياده. يعني هنا مثلا انت بتاخد جول، وبتاخد حاجات بتعمل بيها اللي هو السكيلات بتاعتك، وبتاخد اسنس ستون اللي بتسحب بيه، وبرضه بتاخد التشيست ده 42 من التشيست ده. التشيست ده بيدي ايه؟ نفس الفكره، بيدي برضو ايتمز زي دي. يعني لو بصيت هنا هتلاقي ان الشيست دي بيدي الايتمز دي، بيدي برضو هانتر اكسكلوسيف ويبن، بيدي سحبات في كل حاجه، يعني بيدي سحبات اللي هو الاكسكلوسيف والستاندرد والويبن، وبيديك طبعا ماتيريال عشان تعلي بيها الاسلحه، وماتيريال عشان تعلي بيها الشخصيات. فالبوكس ده مهم جدا جدا، عشان كده احنا بنعمل اللي هو الباور اوف ديستراكشن ده، بنعمل اللي هو الموضوع التنين ده عشان ناخد البوكسات اللي هي الصغيره دي. طيب خلصنا الباور اوف ديستراكشن، نخش بقى على حاجه يعني يعتبر اللي هي من اقوى الكونتنت، او يعني كانت في فتره ما من اقوى الكونتنت. طبعا اقوى الكونتنت حاليا هم الاثنين اللي تحت دول، بس عشان توصل الاثنين تحت دول دي مهمه جدا، ورك شوب اوف بريليانت لايت. طيب الورك شوب اوف بريليانت لايت دي يا جدعان، دي اللي احنا بنحارب فيها بقى البوسات اللي سان جين وو يعني بيعافر معاهم. حلو. طيب هتلاقي ان احنا عندنا هنا بوسين اللي موجود حاليا، اللي هو الكماندر اوف ترانسفيجريشن والمونرخ اوف وايت فليم. طبعا المونرخ اوف وايت فليم ده كان في الاول انت كل اللي محتاجه اللي هو 1150,000 عشان تفايت المونرخ اوف وايت فليم. وعندك هنا الكونتنت الجديده اللي هي كماندر اوف ترانسفيجريشن. طيب الكماندر اوف ترانسفيجريشن ده بيبدا كده قوي؟ لا، يعني هو بيبدا من الايزي مود، وبعدين النورمال مود، وبعدين الهارد مود. طب يا علي انا الرقم بتاع السي بي بتاعي اللي هو التوتال باور بتاعي في ال 650,000، من ال 650,000 لل 700 هتعرف تهزمه. طب انا 650,000 هتعرف تهزمه. طيب انا قليت شويه عن ال 650,000 هتعافر، مش عشان انت ضعيف، عشان اللعبه بتقلل الستاتس بتاعتك او ارقامك لو انت مش في الرينج ده. لو انت مش في الرينج بتاع الاثنين دول، اللعبه بتقلل قوتك، مش عشان يعني لو لا انا قوي، بس لو محتاج، لا الارقام دي مهمه، الارقام دي مهمه عشان توصل ان انت يبقى عندك فرصه ان انت تكسبه. طيب انا اقل منه بشويه هيبقى لونك مختلف، هتعافر. هل ما ينفعش تكسبه؟ لا هينفع تكسبه. طيب انت بقى اقل من دي بكتير، يعني مثلا انت في ال 400، انت لون البتاع طلع لك احمر، لو طلع لك احمر انت مستحيل تكسبه
تاخدها مني كام. في ناس عرفت تكسبه، في ناس عرفت تكسبه، بس انا بقول لك كمبتدئ او كحد لسه راجع من اللعبه هيبقى رخم ان انت تلعب وانت السي بي بتاعك اللي هو التوتال باور بتاعك لونه احمر، هيبقى رخم جدا. على الاقل يبقى اقل منه بشويه، يعني اللون ما يبقاش لون احمر، اي حاجه تانية غير لون احمر. طيب انت عندك هنا بيديك ايه؟ بيديك حاجات انت بتستخدمها للهيروز وبتستخدمها لسان جين وو. الكيوبز دي عموما برضو زيها زي اي حاجه في اللعبه، بتزودك شويه، يعني فاهم اللي هو ايه؟ بتزودك اللي هو ايه، سيكه بسيطه. يعني دي مثلا اول ما انت مثلا تعمل الالتيميت بتاعتك بيديك شويه شيل، دي مثلا بتزود الاتاك بتاعك بنسبه 30%. فالزيادات اللي الحاجات دي بتعملها زيادات يا جدعان قليله جدا، تكاد تكون لا تذكر يعني. وعشان تعمل لها ابجريد، يعني كل حاجه من دول بيتعمل لها ابجريد وبيتعمل لها ليميت بريك. ليميت بريك ده معناها ايه؟ ليميت بريك دي معناها ان هو مثلا ليفل واحد، فانا عايز ارفعه لاقصى ليفل بتاعه. عشان ترفعه لاقصى ليفل بتاعه بتحتاج الايتم دي. الايتم دي اللي هي كوندنسد انرجي، دي بتعرف تعمل لها ليميت بريك للحاجات دي. طبعا انت عندك انا هنا في الايزي، كل ما هتعلى في المود، لما تعدي مود كذا حاجه بيجي لك حاجات طبعا جول. طبعا يعني انت بقيت عارف ان احنا بنبدا بالازرق والموف والجول، فكل ما بتعلى في الحاجات دي هيجي لك حاجات جول الى ان توصل للهارد. يعتبر كل حاجه بتجي لك هنا هتبقى جول. ده بالنسبه للورك شوب اوف بريليانت لايت اللي هو كماندر اون اوف ترانسفيجريشن. طيب بالنسبه للمونراخ اوف وايت فليم، المونراخ اوف وايت فليم فيه اتنين، يعني في حاجتين، في الفولكن وفي بقى المونراخ اوف وايت فليم. طيب انت كبدايه هتبدا بالفولكن، يعني اول حاجه هتبدا بيها هتبدا بالفولكن. انا فاكر الفولكن ده كان قصه يعني زمان، دلوقتي يعني ما شاء الله كل واحد بيعدي عليه كده مرور الكرام. فهتبدا بالفولكن في البدايه، في اول حاجه خالص. طيب هيطلع لك من الفولكن ايه؟ نفس الفكره برضو، هيطلع لك من الفولكن نفس الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها، بس هتبص تلاقي هنا الحاجات في الهارد مش مطلع لك نفس الايتمز اللي كانت موجوده. يعني بص، احنا كده ايزي نورمال هارد اللي هو المود بتاع الفولكن، بس مش مطلع لك حاجه. طيب من اول بقى الوايت فليم يبدا بقى يطلع لك ايتمز اقوى شويه، يعني يبدا يطلع لك حاجات جولد واقوى شويه. طيب هل ما نعملش ده؟ لا اعمله طبعا عشان تعدي الحاجات دي وتبقى خدت الاتشيفمنت بتاعها. لان انت هتبص في الانترنس مفيش حاجه، بس في الليفل اللي هو الاخير هتلاقي في جولد وفي حاجات انت ممكن تاخدها. طيب الوايت فليم ده لا، ده بيبدا من 350 وصولا ل اولموست مليون، يعني يا دوب 950 الف. فانت هتقعد شويه في الوايت فليم الى ان يعني تخلص الوايت فليم. بس الوايت فليم هيديك حاجات يعني الى حد ما كويسه، بس يعني خلينا نكون واقعيين، انت ما بتعملش الحاجات دي عشان يعني انت عايز دي بالذات، لا انت بتعملها عشان انت عايز الريمننت باور اللي هو شارد اوف بارن. دي بتاخد منها حاجه اسمها الريمننت باور، او بتعلي بيها حاجه اسمها الريمننت باور، ودي برضو هنتكلم عليها يعني قدام في الفيديو. بس اعرف ان انت عامه الريمننت باور دي مهمه جدا جدا جدا، اللي هو شاردز اوف بارن دي مهمه عشان تعمل انهانس للريمننت باور. طيب كل ريد انت هتعملها في دي هتبقى عباره عن طبقات، وهتحتاج ان انت تاخد الكي ده او اللي هو المفتاح ده التيكت عشان تخش. التيكت دي بتتابديت كل شويه، ممكن طبعا انت تاخدها من بوكس او من حاجات زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو. طيب خلصت الورك شوب بريليانت لايت، يعني جزاك الله خيرا، وعرفت ان انت تعديه. هتيجي على السيميوليتنج جيت. السيميوليتنج جيت دي احنا حاليا لسه في البيتا، بس قدام هيبقى فيها حاجات اقوى، يعني هتدي حاجات احسن من كده بكتير. انت زي ما انتم شايفين هنا احنا معديين التير بتاعتها وصولا لتير 15 اللي هي مليون و120 الف. دي في تير 15، انما في البدايه ما تقلقش، يعني انت في البدايه هي بتبدا من 312، يعني اتوقع ان انت تقدر تجيب الرقم ده فما فيه. فطيب بتديك ايه كروردات؟ الفيرست كلير بتديك البوكس ده هتلاقي فيه حاجه اسمها دايمنشنال ديسك. الدايمنشنال ديسك دي برضو حاجه بتقدر ان انت تجيب بيها ايتمز ثانيه من الشوب بتاع السيميليشن جيت، اللي هو الشوب هتلاقيه هنا. يعني ايه الحاجات اللي انت ممكن تجيبها؟ برضه تيكيتات للويبن، هانتر ويبن اكسكلوسيف، وهتلاقي ان في هنا اللي هو السبيشال بلاير ويبن ديزاين. طيب السبيشال بلاير ويبن ديزاين دي هتقدر تخليك ان انت تعمل من الاخر سبيشال ويبن. طيب السيميليتد جيت دي يا جدعان زيها زي اي سيميليتد جيت انت لعبتها في اي جاتشا جيم. انت بتقعد تعلى في التيرز دي، يعني تقعد وصولا لاخر حاجه، وكل لما تعلى كل لما يجي لك الكروت اللي هي دي اللي هي الكارت البنفسجي ده. طب الكارت البنفسجي ده بتعمل بيه ايه؟ بتقعد تاخد النودز دي اللي هي البوينتس دي، كل واحده فيهم بتعلي لك حاجه. دي بتعلي لك الاتاك، بتعلي لك ديفنس، ودي بتعلي لك الاتش بي، وصولا بقى ان انت تاخدها كلها وصولا لاخر حاجه خالص اللي هي بتعمل elemental weakness damage dealt باي 8%، لو بتعلي اي element damage انت هتعمله، اي حاجه فاير، كهرباء، لايت، ايا كان.
الحاجات دي كلها طبعا بتساعدك ان انت تعدي السيميليتد جيت. بس زي ما انتم شايفين يعني هو كده كده احنا معدينا كلها ولسه ما جبناش كل الاكتيفيتد بونسز، فعشان هي لسه بيتا يعني هي لسه قدام هينزل حاجات اقوى بكتير للسيميليتد جيت. ده بالنسبه للسيميليتد جيت، يعني هي برضو مود انت بتلعبه، يعني الاستفاده اللي انت بتاخدها منه مش كبيره قوي. يعني كل الحاجات اللي انت ممكن تجيبها منه هي البوكس دي بتعلي الارتفاكت اديشنال اتش بي وام بي، يعني بتعلي الارتفاكت شويه يعني. بس الفكره كلها ان يعني هم دول اكتر حاجتين مهمين اللي هم الويبنز اللي انت تقدر تركز عليهم. طيب خلصت السيميليتد جيت بفضل الله بعد عمر طويل، نيجي للجوجو ايلاند الاينس ريد الفاينل. طيب الفاينل ده اللي هو ايه؟ الفاينل ده اللي هو انت قعدت تمشي كل دي الى ان تخلصهم. هنا كان في واحده كانت 98% اول ما كنت امبارح 98%، بس النهارده هي 100% خلصناها. فدي بتدي ايه؟ نفس الفكره، بتديك حاجه اسمها جوجو ايلاند ريد كوين. كل مود من دول بيديك حاجه انت بتقدر ان انت تصرفها في حاجه تانية. فالجوجو ايلاند ريد كوين دي بتقدر ان انت تصرفها وتجيب بيها برضو حاجات. هتقول لي طب يا علي اصرفها فين؟ برضو ليها شوب، هتلاقي الاكسشينج شوب بتاعها هنا، هتقدر برضو تشتري بيها حاجات. يعني كل حاجه في المودات دي ليها شوب. طيب انت هنا ممكن تشتري بيها رون فراجمنت، ممكن تشتري بيها هنا بليسنج ستون كرافتنج، وانا هقول لكم ايه الحاجات دي دلوقتي. ممكن تشتري بيها هنا هانتر باور اليكسر، دي اللي بتعمل بيها ابجريد للهانترز. مش ابجريد قوي قوي يعني، انت بتقوي الهانترز شويه. هوريكم فين بالظبط. يعني انت لو جيت هنا على الهانترز هتبص تلاقي الثلاثه دول هم دول اللي انت بتقدر تعلي بيهم الاليكسر او الحاجات دي كلها. بتعلي التوتال باور بتاع الهانتر شويه يعني، مش حاجه قويه قوي. بما ان احنا هنا في الاكسشينج عايزين نتكلم برضو على الباتل فيلد اوف تايم اكسشينج. انت الباتل فيلد اوف تايم اللي احنا اتكلمنا عنها بتكسب برضو منها ايتمز. الايتم او العمله دي بتقدر ان انت برضو تشتري بيها حاجات زي ما انتم شايفين هنا. ممكن نشتري سحابات، ممكن نشتري برضو ويبن هانتر اكسكلوسيف ويبن ديزاين، اللي هو انت ممكن تعمل ويبن للهانتر اللي هم اللي هو الاس اس ار. يعني ممكن تعمل برضو الاس ار، يعني في الاثنين، بس ما حدش بقى بيعمل الاس ار عموما. وطبعا ممكن تجيب تريسز اوف شادو عشان لو انت عايز تعلي الشادوز بتوعك. والابيسال كريستال دي برضو بتستخدمها في الشادوز، بتعلي بيها حاجه اسمها شادو ارمامنت، برضو هنتكلم عليها لما نروح للشادوز. كل ميشن بتخلصها هنا بتديك الكوينز دي، بتديك حاجه اسمها ريتريبيوشن، او اللي هو يعني بتديك حاجه زي تقدير، يعني اللي هو كوينز تقدير او علامه تقدير. دي بتعمل بيها ايه؟ التقدير دي الكونتريبيوشن بوينت هو اوريدي بيديك بيها ايتمز، يعني بتاخد بيها ايتمز كل لما بتعلى، كل ما بتاخد بيها ايتمز اكتر. يعني مثلا ممكن هنا تاخد فريم على الاسم بتاعك، فحاجات لطيفه يعني. كل حاجه من دول طبعا بتبقى يعني نظام برضو دانجنز. انت بتنزل هنا وبتقعد تلعب الميشنز دي او الدانجنز دي عموما عشان تقدر ان انت تخلصها وتاخد الكوينز وتاخد الريتريبيوشن بوينت. هتيجي هنا مثلا على الكوابرتيف سبورت، هنا الحاجات دي انت بتعلى كل ما انت بتلعب، طبعا بتنزل دانجنز وبتاع، يعني بتلعب المودز اللي هي اللي بره دي، بتقعد ده يعلى الى ان برضه تاخد ايتمز ثانيه. طيب افرض انا عايز اعديها، لان هنا كل حاجه في اللعبه ممكن تدوس تك كده تخلصها. ممكن تعمل حاجه اسمها السبورتيف باك او اللي هو الكومبليشن باك دي، ايا كان بتدوس عليها بتدوس سبورت، فبيديك ايه؟ بيعلي الموضوع ده. طيب تقدر تجيبها منين؟ تقدر تجيبها من الجيتس، تقدر تجيبها من الانستنت دانجنز، تقدر تجيبها بالانكورميشن. اول ما تلعب اي حاجه من الحاجات دي اللي احنا اتكلمنا عليها تاخد الباتل سبورت سبلايز دي، تدوس عليها تزق لك الموضوع شويه، فاهم اللي هو ايه؟ اللي هو يلا يا جدعان انا بروق عليكم، يلا ادوني ريوردز يلا، فاهم يعني؟ لو انت مش عايز كل شويه تخش الميشنز دي، فاهم؟ كل حاجه هنا في اللعبه انت تقدر تعمل لها سكيب، تقدر تعديها. حاجات قليله اللي ما تقدرش تعديها، بس المعظم تقدر ان انت تعديه عشان تاخد الايتمز اللي انت محتاجها من الحاجات دي. طيب نيجي هنا على سان جينوو. ايه الحاجات اللي انا اركز عليها يا علي؟ ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعملها في سان جينوو اللي معايا عشان يبقى اقوى؟ اولا الاستاس اللي انت شايفها دي اعمل زيها بالظبط، ما عدا الانتليجنس والاديشنال ام بي دي ما تعملهاش. اعمل كل اللي عندك في الاتاك واعمل شويه في البريسيجن، بس كده. دي انا اعملها عشان انا عندي سكيل اسمها انستيتيوت او انتيتيوت، دي بتخليني ان انا اخد اتاك لما بحط في الام بي واللي هو الكول داون ريدكشن، اللي هي دي انيشيوت او انتيوت. فدي كل ما بحط في اللي هو الانتليجنس الذكاء بيديني قوه اكتر، بس هي دي الفكره. فانا ممكن اعمل دي، انما انت في العادي هتحط كله في السترينث وشويه في البرسبشن بس. يعني ده كبدايه. بالنسبه للسكيلات اقوى حاجه عندك حطها. يعني انت الالتيميت دي بتقعد كل لما تعدي في جوب كلاس جديده، كل ما يجي لك التيميت جديده، دي طبعا اقوى حاجه. كبدايه في السكيلات انت يعني مش هيبقى عندك فرايتي كتير في السكيلات ان انت تختارها. بس اقول لك حاجه، دلوقتي لو انت بدات من اول جديد او لو انت راجع،
هتبص تلاقي عندك بوكس سكيلات، واقول لك تسحب ايه منهم. احسن سكيلات عموما هي السكيليه بتاع السونيك ستريم، دي اقوى سكيليه بتعمل دامج. واللي بعديه على طول اكتر سكيليه بتعمل ارمر بريك، بتكسر الارمر، هي دي. وبرده السكيليه اللي هي الديسبرجن دي سكيليه قويه جدا، ليه؟ ان انت تكسر الارمر وان انت تعمل شويه دامج، معظمهم كويسين. ودي السونيك ويف برده معظمهم كويسين، بس هتلاقي ان هي اقوى حاجه فيهم اللي هي الفاير بتعمل 6000 دامج. الاولمايتي بريك للبريك بس، معظمهم ما بيعملش دامج غير الووتر بتعمل شويه دامج زياده. فدول السكيلات المهمين اللي انت محتاجهم حاليا، يعني دول اللي انت محتاج ان انت تركز عليهم، او لو عرفت تجيبهم. طيب بالنسبه للكيو تي اي، حاليا في البدايه مش هيبقى عندك غير شادو ستيب، بعديها هيجي لك اللي هو تاني كيو تي اي دي. تاني كيو تي اي دي اللي هو بتاعه الويند، كويسه جدا جدا جدا. ودي بقى ليه دي حلوه؟ لان هي بتزود الدمج بتاعك بنسبه 20% لو اللي قدامك ما عندوش شيلد، لو هو مش في شيلد، يعني هو في البريك ستيت اللي هو اتكسر خلاص الدرع بتاعه، فهتاخد يا معلم 20% دمج زياده لمده 20 ثانيه. حاجه خارقه جدا، حاجه قويه جدا. تالت كيو تي اي معانا وهي كيو تي اي الفتاكه اوفر شادو. الكيو تي اي بتاعت اوفر شادو يا جدعان تديك 200% سكيل دامج انكريز، يعني اي سكيل انت تعملها في الحاجات اللي هي اللي فوق الجميله اللطيفه دي هيديك في المية 200% دامج زياده لو انت دوست الكيو تي اي اللي هي الثالثه دي. بالنسبه للسكيلات دي احنا هنتكلم عليهم، بس حاليا في بدايه اللعبه مش هيبقى عندك سكيلات كتيره جدا، يعني مش هيبقى عندك البيسنج ستونز، قصدي مش هيبقى عندك البيسنج ستونز دي كلها، فمش هيبقى عندك اوبشنز اصلا كبدايه. بس تاني في بوكسات بتجيب منها البليسنج ستون، وفي بوكسات بتجيب منها السكيلز. فلو انت طلع لك البوكسات دي كبدايه لعبه، اصل انت اللعبه بتكافئك ان انت لسه بادئ تلعب، الكلام ده ما كانش على ايامنا زمان، فاللعبه بتكافئك ان انت اللي داخل تلعب، فبتديك حاجات من الحاجات دي. انا هقول لكم ايه احسن حاجات. احسن حاجات هي انتويت طبعا، بعديها على طول مانا رامبج قويه جدا، السكيليه دي هتاخدها بعد لما تعمل كوستايه اللي هي ري اويكننج. الدبل ايدج سورد مهمه جدا 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 وحلوه جدا جدا. ويكنس ديتكشن برضو قويه جدا، دامج تو تارجت اللي عليهم اليمنتال ويكنس بيزيد بنسبه 20%، انت بتعمل دامج ببلاش لو اللي قدامك عليه element بس، يعني لو انت بتعمل element اللي قدامك ضعيف ليه هتاخد 20% دامج زياده، فمهمه جدا 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 دي. بوليفرايز قويه بالنسبه للبريك لو انت عايز تعمل بريك او انت عايز تزق في البريك. وطبعا بلاد لاست، يعني لا يوجد بيلد بدون بلاد لاست، اللي بتزود الاتاك بتاعك بس بطريقه مختلفه، يعني مش بتزوده دايركتلي. يعني هي بتزوده ازاي؟ يعني ان هي بتقلل الضرر اللي قدامك هيعمله لما يضربك، ولما انت تضربه بتقلل الدفاع بتاعه، فلما يقل الدفاع بتزود الدمج بتاعك، فاهم؟ يعني مش بتزود الاتاك، لا هي بتقلل الدفاع بتاعه، فانت لما تضرب تعمل دامج. فدي يعتبر الحاجات اللي هو الستونز اللي هي المهمه جدا. عندك هنا مثلا حاجه زي اجريسيف ديفense هتعلي شويه في الشيلد. عندك حاجه هنا زي الكاسكا ستيل سكيل برضه هيقلل شويه الضرر اللي انت بتاخده بنسبه 15%، وبرضه هيعلي الشيلد بنسبه 15%. عندك هنا برضو لايف هيديك شيلد لو قلت عن 35%. بس كل دي حاجات انت مش تحتاجها لو انت اصلا قوي، يعني فاهم انت؟ احنا داخلين نجيب كلايه، فاهم؟ يعني داخلين نموت، فمش محتاج اللي هي الحاجات اللي هي الايه اللي هي اللي بتخليك تانكي اكتر دي. احنا عايزين دامج يا معلم، دامج وهنتفادى، يعني هو ده شعار المرحله. طيب بالنسبه للويبنز زي ما اتكلمنا، احسن ويبنز انت ممكن تاخدها الدي كي، البلام، الفان اوف فاير. انا عامه عن نفسي لسه بحب المون شادو، الفينيكس سول يعني حلو جدا جدا جدا. وطبعا الديفاين كورتر ستاف، يعني الديفاين كورتر ستاف يا جدعان ده سلاح فتاك، يعني بمنتهى البساطه سلاح فتاك، بالذات لو حطيت معاه الجول تيل فوكس، يعني خرابي على الجمدان. فدي الحاجات اللي انت تركز عليها في الاول. طبعا بلام، بعديها الدي كي، بعديها بقى فان اوف فاير او الفينيكس. طبعا فان اوف فاير اهم من الفينيكس. فالثلاثه دول من احسن اسلحه عرفت تجيبهم. خش بقى على طول على اللي بعديهم، يعني خش بقى على اي حاجه من الحاجات اللي هو ال ده، حرف ال ده، يعني برضو الكتاب، عشان في حاجات تحتاج ان انت يبقى معاك ميه، فالحاجات دي قويه جدا جدا جدا. دي اهم اسلحه انت محتاج ان انت تركز عليها. هتلاقي ان البيلدات كلها بتاعتي بتتكون من الحاجات دي. يعني بص هنا مثلا رابع بيلد فان اوف فاير وفينيكس، لان الاثنين بيقووا بعض، ده بيقوي الفاير، حاجه جامده جدا. هتلاقي برضو ان انا واخد سكيلات فاير عشان ده بيقوي الفاير عموما. وهنا في اخر حاجه هتلاقي فيه بيلد للكتاب والمون شادو. مون شادو كويس جدا برضو يا جدعان، والكتاب برضو يعني الى حد ما هو لسه احسن حاجه ميه، يعني فاهم؟ طيب بالنسبه الارقام، انا اركز على ان انا ابقى قد ايه، يعني ابقى قوي قد ايه، او انا ارقامي تبقى عامله ازاي. بص يا معلم، حاول على قد ما تقدر تجيب كريتيكال هيت ريت وصولا ل 50%، على قد ما تقدر وصولا ل 50%. والكريتيكال هيت دامج حاول تعدي ال 140، يعني انت كده في رينج ال 180 فيما فوق ل 200، انت كده خارق.
حاول توصل ل 140 دامج كويس، ويكون الكريتيكال هيت بتاعك يعني على الاقل معدي ل 40%. حلو، ده اوريدي رقم قليل، المفروض يكون 50%، بس على الاقل. بالنسبه للبريسيجن هتعليها بطرق تانية زي ما احنا اتكلمنا، بتعليها بالجيمات. هنا ما تركزش قوي في البريسيجن، ما تحطش فيها بوينتس كتير. الايتمز اللي احنا هنا نركز عليها طبعا بيرنينج كيرس زي ما احنا اتكلمنا، احسن حاجه لاي حد بيعمل دامج. بيرنينج كيرس واكسبرت، الاثنين دول مهمين جدا جدا جدا. ايه الاستاتس اللي هتركز عليها؟ طبعا اتاك برسنتج او اديشنال اتاك، يا دي بس حاليا اللي انا بفضله ان هو يبقى فيه اتاك اديشنال اتاك فوق واتاك برسنتج تحت. نفس الكلام هنا ديفنس، حاول تركز على الاتاك دامج انكريز واديشنال اتاك. اديشنال اتاك فوق دي كده كده هتبقى موجوده، كريتيكال هيت ريت واتاك برسنتج، كريتيكال هيت دامج واتاك برسنتج، كريتيكال هيت ريت. ودول نفس الفكره، اتاك برسنتج برضو فاير دامج، عشان احنا في حاجات حاليا حاطين الويبنز بتاعت الفاير فبنجيب الفاير دامج، لو حاطين الدارك هنجيب الدارك دامج. كريتيكال هيت ريت واتاك برسنتج، اديشنال اتاك واتاك برسنتج، وهنا اديشنال ام بي واتاك برسنتج. هتلاقي ان الاتاك برسنتج دايما احنا حاطينها عشان اهم حاجه عند سان جنو هو الاتاك برسنتج. في دول لما تخلص الورك شوب في بريليانت لايت وتخلص بقى وايت فليم، دي احسن حاجه، اللي هو انشنت راس اوبسيشن، دي احسن حاجه لسان جنو. بعديها عادي يعني، بعديها مش اي حاجه، فاهم الفكره؟ ان انت تجيب ستاتس كويسه، اديشنال اتاك ودامج انكريز، اديشنال ديفense وكريتيكال هيت دامج، اتش بي ودامج انكريز، يعني حاجات لطيفه. الارقام اللي فوق دي هي اهم ارقام. الباسيف ذات نفسها ملهاش اي لازمه، يعني مش بتعمل حاجه خارقه الباسيف. الارقام اللي فوق دي هي اللي فعلا جامده جدا، ان هو يديك 3000 او يديك 4000 كده مره واحده، دي اللي فعلا دي اللي واو يعني. طبعا الالتيميت دي عشان كان حد سالني يا جدعان الالتيميت دي بتجيبها ازاي وبتعليها ازاي، كل لما بتعدي الميشن بتاعه المونرخ دي بتبقى سكلايه، كل ما بتوصل لحته معينه، يعني مثلا عدي 23، عدي شابتر 23، عدي باتل فيلد 40، اوصل ل 150,000، بتوصل لحاجه اسمها جوب سيلكشن، دي بتعلي الباور بتاعك وبتديك بليسنج ستون زياده وبتعمل لك سويبنج بوينت. طيب بس كده لا، وبتديك لبس، يعني زي ما انت شايف في حاجات هنا ايه بتدي لبس، يعني مثلا دي ادتنا اللبس ده، دي ادتنا اللبس ده، وبيدينا اللي هي اهم من اللبس بقى، اللي هي السكيليه دي اللي هو كينج دومين، دي اللي بتعمل بيها الالتيميت بتاعتك، اللي هي اقوى التيميت لحد دلوقتي. فبالنسبه للالتيميت انت مش مفيش حاجه غريبه، هي اقوى حاجه اخر حاجه بس كده. نيجي هنا على اخر حاجتين وهما الارمي اوف شادوز والريمننت باور. الارمي اوف شادوز ده دول الناس اللي انت بتجمعهم من التريسز اوف باور. طبعا بتفتح كل واحد من دول من التريسز اوف باور بتوعك، هيبقوا مقفولين، يبقى عليهم علامه قفل كده، لما تدوس عليهم هيلاقيه بيقول لك تريسز اوف باور، اللي هي بتجيلك من الجيتس والميشنز والكلام ده كله، وهيقول لك انت عايز تانلوكهم ادفع مثلا كذا تريسز اوف باور. طيب ده بالنسبه ان انت تفتحهم بس عادي. طيب فتحتهم وعايز تعمل لهم ليفلنج اب، عشان تعمل ليفلنج اب خلينا مثلا حد مش معمول له ليفلنج اب، كايسل مثلا، هنا عشان تعمل ليفلنج اب هتحتاج جولد وتريسز اوف باور عشان تعمل البروموشن دي وتعليه من اليت نايت لجنرال. طيب ايه اللي بيحصل لما انت تعليه من اليت لاين لجنرال؟ بتانلوك السلاح ده، يعني بص افتر ريتشنج تير جنرال، السلاح بتاع اللي هو الشادو ده هتلاقي ان هو اتفتح، هيبقى معاك ان انت بقى ايه يعني تستفيد منه. طيب الاسلحه دي بتعمل ايه؟ خلينا قبل ما اكلمك على الاسلحه بس نتكلم على دي بتعمل ايه يا جدعان؟ بتعلي التوتال باور برضو بتاع الارمي، يعني انت بتزود برضو قوه الارمي اوف شادوز. خلينا نروح لحد مثلا عليه الكوره دي. الكوره دي بتعمل ايه؟ enemies with 50% or less HP take 16 more damage when they are hit by a shadow. يعني السلاح ده من الاخر بيديه دامج زياده او بريسيجن زياده، يعني بيقويه عموما، وكمان ليه باسيف، يعني حاجه شغاله 24 ساعه. ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي هي ان هو اي حد نقاط الحياه بتاعته اقل من 50% هياخد 16 دامج زياده من الشادوز، فدي حلوه جدا جدا جدا. طيب نروح هنا مثلا على بيرو، وهتلاقي هنا مثلا عنده برضو سكيلات بيقول لك ايه ذا شادو هيلينج جيفنج انكريز باي 30% and the defense penetration increase by 5%. يعني الشادوز اللي بيعملوا هيلينج هيجي لهم 30% زياده هيلينج، وكمان الديفنس بنتريشن بتاعهم، يعني قدره ان هم يكسروا درع اللي قدامهم، مش البريك، لا ان هم يعملوا ضرر اكتر يعني في اللي قدامهم بنسبه 5% هتزيد، فدي حاجه كويسه جدا. ده غير ان هو هياخد ضرر زياده وهو معاه السلاح ده. لو عملنا يعني بص الارقام هتزيد لو عملنا ايه، لو عملنا الكويك كرافتنج، اللي هو نعمل كرافت للسلاح ده. طيب هتبص السلاح ده هتلاقيه في الابيسال كريستال اللي انا قلت ان هي بتستخدم في ان انت تعمل ادفانس للشادو ارمامنت، دي اللي انا قلت هنتكلم عليها. وكمان هتحتاج شادو ايكوز. الشادو ايكوز دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من الكرافتنج، يعني انت بتروح كده على الكرافتنج ولازم يبقى معاك تريسز اوف شادو، وكمان يبقى معاك ادفانسد مانا كريستال عشان تعمل الشادو ايكوز. ال 25 منها و10
بيعملوا لك 5، فيعني صفقة رابحة جدا. هنا دي اللي بتعمل بيها الأسلحة بتاعة الكاركتر ذات نفسها، اللي هو الهانترز عموما. يعني انت هنا ممكن تعمل الأسلحة دي، ممكن تعملها. طب ممكن نعمل السبيشال اللي هو الويبنز بتاعت سانجن وو، ممكن تعمل السبيشال زي اللي هي الويبن بتاع سانجن وو. يا جدعان في الاول ما كانش ينفع ان انت تعملها، بس حاليا انت ممكن تعمل الاسلحه اللي زي دي. اسلحه معينه انت ممكن تعملها، زي مثلا فان اوف فاير. لو معاك 4 من السبيشال تيكتس اللي احنا اتكلمنا عليهم، تقدر تعمل الفان اوف فاير، اللي هو سلاح قوي جدا بالنسبه لسانجن وو. ونفس الفكره لو معاك من العمله دي اللي احنا برضو اتكلمنا عليها، اللي هي الديمون نايت سبير فراجمنت، اللي بتعمل بيها سلاح، تقدر تعمل الديمون نايت سبير دي. بالنسبه للاسلحه بتاعه سانجن وو، انت ممكن تعمل بيها نسخه، ممكن لو هي اصلا مش معاك ممكن تعملها من اول جديد. فالحاجات دي كويسه جدا جدا يا جدعان للناس اللي هي ما عرفتش ان هي تسحب السلاح. طبعا غير كده اي اسلحه من اسلحه الهانترز العاديين ممكن تعمل لها كرافتنج عادي. العمله دي بتبقى ايه؟ بتنزل ايفنت مع الهانتر ذات نفسه، بتقدر ان انت تصنع الويبن بتاعه. او لو هو خلاص الايفنت ده خلص، بتقدر ان انت تجيب العمله دي. العمله دي سهله جدا ان انت تجيبها، الفاير مانا كريستال دي، وتجيب 4 من الهانتر اكسكلوسيف ويبن ديزاين وتعمل بيها السلاح. الصراحه الاسلحه هنا سهله جدا ان هي تتعمل، والموضوع سهل وبسيط. طيب ده بالنسبه للشادو ارمي. طبعا هنا انت ممكن تعلي الشادو ارمي ذات نفسه باستخدام الشادو انرجي، برضو بتجيلك من الجيتس، وتقدر ان انت تقوي الجماعه دول اقوى من كده بكتير. طيب وصولا لاخر حاجه، وهي الريمننت باور. الريمننت باور دي نظام جديد نزل، تقدر ان انت تستخدم السكيليه بتاعه المعلم الكبير ده. السكيليه بتاعته بتعمل ايه يا جدعان؟ بيقول لك بارن سترايكس داونورد وذ ا جاينت سورد ميد اوف لايتنينج، وهيعمل 5000 دامج ويعمل ميديوم بريك. حلو، ده اللي هو السكيليه بتاعه بارن دي. طيب ده بس اللي بيحصل؟ لا، في بونسز كمان. البونسز دي بتعمل ايه؟ بونسز عموما للهانترز اللي معاك. في بونسز للاساسن، في بونسز للميج، وفي بونسز للفايتر. انت مثلا هنا شايف ديفنس انكريز باي 500 when remnant power baron is in formation. حلو. عندك بقى وصولا للاخر خالص، هنا مثلا دي التير 2 بتاعتها، هيعمل كمان دامج انكريز باي 500% في الورك شوب اوف بريليانت لايت. يعني لو انت في الورك شوب اوف بريليانت لايت هيزيد بنسبه 500%. طيب هنا هيعمل 7000 ويعمل اولمايتي بريك. دول الثلاثه تير اللي انت بتاخدهم من باران. حلو. طيب انا اصلا عشان اعلي السكيليه دي بعمل ايه؟ بعمل الحاجه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الشارد اوف بارن دي، اللي انا قلت لك عليها ان هي مهمه جدا عشان تقدر تعلي بيها السكيلات بتاعه بارن. وطبعا انت بعديها بتاخد البوينتس دي. البوينتس دي الباسيف بوينتس دي هي اللي انت بتقدر تنفست فيها الحاجات دي عشان تعلي. طيب في حاجات تانية حاليا غير بارن. لا، بارن هيعليك 50000 دامج توتال باور انكريس 50000 بس. هنا في ناس تانية اقوى بكتير، بس احنا عشان لسه في بداية اللعبة فدول اللي موجودين. يعني قصدي اللعبه لسه يعني سنها صغير، فاهم؟ يعني ما عدتش حاجز السنتين 3، فاهم؟ بس قدام طبعا هيبقى فيه ناس اقوى في الريمننت باور. وبس كده يا جدعان، لو عجب الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك، واكتب لي تحت في الكومنت ايه اكتر معلومه انت استفدت منها. ولو في معلومه انا ما قلتهاش، يا ريت تكتبها تحت في الكومنت عشان كلنا نستفيد. وما تنسوش يا جدعان تعملوا لي سبورت على الكرييتر نت ماربل، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده، كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.